السلام عليكم. الخنساء تماضر بنت عمرو الصحابية الجليلة رضي الله عنها، شاعرة مخضرمة عاشت في الجاهلية وعاشت في الإسلام، واشتهرت برثائها لإخوانها، وكان على رأسهم صخر، وكثيرا ما انتشرت قصائد عن صخر. وكان من جملة ما قالت فيه: قدم بعينك أم بالعين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار، كأن عيني لذكراه إذا خطرت فيض يسيل على الخدين مدرار، تبكي خناس على صخر وحق لها إذ رابها الدهر إن الدهر ضرار. وتتخلص إلى مدحه فتقول: وإن صخرا لوالينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشتوا لنحار، وإن صخرا لمقدام إذا ركبوا، وإن صخرا إذا جاعوا لعقار، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. وقالت أيضا: يؤرقني التذكر حين أمسي، فأصبح قد بليت بفرط نكسي، يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، فيا لهفي عليه ولهف أمي أيصبح في الضريح وفيه يمسي. وقالت أيضا: أعيني جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر ندى، ألا تبكيان الجواد الجميل، ألا تبكيان الفتى السيد.